عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا موضوعنا اليوم الدرس السادس، وهو درس متخصص في كيفية إيجاد مواقع لاختراقها، مواقع وورد بيس، وطريقة التخمين عليها من خلال البرنامج. أوكي، طبعا هذا هو برنامج وورد بيس سيتم إطلاقه. أوكي، شلون أجد هذه المواقع اللي أنا هحطها هنا؟ شلون؟ طيب، طبعا هاي فشي سهل جدا من خلال طبعا هو هنا لستين تي اكس تي. هذه المواقع تقدر تمسحها، تحديد الكل مسح، وتبدي تاخذ مواقع. الحين اول شيء تاخذ اي كود، اما هذا الكود او هذا الكود. طبعا هذا الكود اختار، ممكن تاخذ كل المواقع، مثلا تغير من كو اي ال الى اي امتداد، مثلا الى كوم، تغير الامتداد الى كوم، او تمسح الامتداد تحوله جي ار. الامتدادات اللي راح تطلع لك ممكن تستفاد منها على العموم. انا هاخذ هذا الموقع، يعني هذا طلع لي مواقع زينة، وتكون لازم يكون الموقع ادمن. اوكي، نحط الكود. الحين حيطلع لنا محرك جوجل في كثير نتائج. اوكي، على سبيل المثال ناخذ بعض النتائج. طبعا في مواقع كل يوم ينزل موقع جديد. على العموم كيف نتأكد بأن هذا الموقع هو الموقع اللي نريد نروح نخمن عليه؟ طبعا نروح نكتب الآتي. لازم نكتب ورا الرابط طريقة التسجيل، على مود نحط ورا كل موقع هذا هو مسار لوحة تسجيل الآدمي. أي موقع مش صادفة نحط هذا المسار، نحط هذا المسار. طيب، مباشرة هتطلع له هي لوحة التحكم. طيب، شو نسوي الحين؟ نروح نكتب ادمن فوق، واي اي كتابة جوا. اوكي، ادمن اي كتابة جوا. اوكي، اذا طلع لنا ادمن يعني نعرف هذا هو اللي راح نخمن عليه. ناخذ رأس الموقع نحطه بالليست. اوكي، هذا الموقع هو راح نستفاد. هذا من الموقع كذلك ناخذه ونحطه هنا. زين، شوف لنا موقع اخر. هذا الموقع ايضا نستناه يفتح، ما فتح مو مشكلة. اوكي، نغلقه عادي. الحين ايضا ننزل على واحد لاخ. مواقع كثيرة تنزل جديدة بالاضافة. على العموم هذا ايضا نكتفي بهذا ايضا. طبعا اوكي، ورا الرابط مثل ما قلنا. اوكي، ورا الرابط لوحة الإدارة مباشرة تطلع. لازم تطلع لوحة الإدارة، لأن هو شنو؟ وورد بيس، كود وورد بيس. اوكي، نحط ادمن. اوكي، ايضا هنا ايضا ادمن. اوكي، طلع عنا هذا الادمن مو مشكلة. بس ناخذ الموقع اللي صار عندنا 3 مواقع، كثير مواقع. هذا قال لنا لا. اذا قال لكم لا تركون الموقع، وشو تسوون؟ اذا كنتوا حابين هذا الموقع مثلا، تاخذون الاسم مال صاحب الموقع وتكتبوه هنا. تكتبون هنا الموقع رابطه شنو، مثلا احمد كوم. لا دين راح يطلع لكم صاحب الموقع، يعني شوية خيارات على الموقع حسب صاحب الموقع. شوفوا الحين كتبنا هذا، نكتب لنا اي شيء راح يطلع لنا برو، ما طلع لنا. على العموم اذا هذا مغير الاسم مو مشكلة. على العموم هنا عندنا ادمن، هذا اخذنا الموقع. شو ستوكهولم. اوكي، الحين خلصنا من هذه المواقع. الحين شو نسوي؟ نحفظ التي اكس تي. اوكي، الحين شنو؟ نخمن. اوكي، انا حخمن لكم وارجع لكم. اوكي، ان شاء الله نشوفكم من يطلع لنا. العموم بالنسبة للفيديو الان هو يعني عفوا بالنسبة للبرنامج راح يتعطى طبعا كثير من الباسوردات راح يخمنها. اذا ما طلعت الباسورد راح يقول لك ما لقيت، وينزل على الموقع الجوا. هكذا اذا طلع لكم موقع بالمناسبة تاخذون الاسم ولوحة التحكم مباشرة مثل ما قلت لكم WA واسمه ادمن، مباشرة يطلع لكم. يعني ان شاء الله اشوفكم فيديوهات اخرى، والفيديو الاخر راح اراوي لكم اياه عن طريقة رفع
الشير والاندكس على مواقع الورد بيس اللي هي هسه قاعد نعمل عليها. كان معكم احمد فريد، هكا ان شاء الله نشوفكم فيديوهات